يا الله، ويا الأندية العربية ويا المنتخبات العربية، يعني واضحة والله واضحة، يعني سبحان الله راحت عنا. لكن أشكر الزملاء اللي متواجدين في الجاليري ينبهون عليها. أنا أوفسايد تقول أوفسايد والله أوفسايد يا حكم الراية، حرام عليك واقف أنت يا أخي. صحيح. إيش اللي يحصل حق المنتخب العراقي مع الحكام من بداية مباراة المنتخب الأسترالي وركلة الجزاء الصحيحة، واليوم هدف غير صحيح على قولتهم. حرامات والله العظيم، والله العظيم والله حرامات. أنا شفته ردت أقول أوفسايد، ولكن يعني أنت كملت الكلام انتقلنا. شوف تسلل واضح، شوف اللاعب يعني حتى حكم الراية شوف راسه فعلا هو قريب على حكم الراية، يعني حكم المساعد. والله حرام عليك، تسلل واضح والله. تبي أكثر، ايش تبي أكثر من هذا الوضوح يا حكم؟ مع الأسف تبي أكثر؟ مع الأسف الحكام يعني مع الأسف ظلم ظلم ظلم. والله. الحين نقول خلاص جول وهدف، وظلم آخر على المنتخب العراقي وعلى العراقيين المساكين اللي يشوفون، ربما الجمهور اللي يحترق قلبه. يعني يمكن أحيانا أقول يا ريت ما نبهتكم، لكن أنا آسف مجبر إني لازم نقول الحق دائما في البين سبورتس، لازم نقول صحيح ايش بيصير في الشوط الثاني وماذا على راضي شنيش المسكين أن يفعل. يعني هسه المطلوب التنوع بالهجمات، يعني احنا ليس لا نلعب كل الجانب ولا نلعب كله بالعمق، يعني التنوع بالهجمات. يعني شويه من يكون علي عدنان صاعد وداخل، يجب على ضرغام ان ياخذ الفراغ اللي تركه علي، يعني يستغل الاطراف بالشكل الصحيح. من نستلم كره على الجانب، شوف الكره اللي لعبها احمد ياسين بالمقاس على عبد الزهره. يجب ان يكون هناك الكروسات التي تلعب من الاطراف، يجب ان يكون فيها تركيز ودخول. الشوط الثاني انا ما ابي من المدرب، ابي من اللاعبين. نعم، بالنسبه الى بالفعل يعني عمليه المرتدات يجب ان تعتمدها، ولكن هل سيسمح لك المنتخب الياباني وهو متقدم بهدف مقابل لا شيء ان تعتمد المرتدات؟ ويتذكر الاماراتيين اكيد لا. تماما. والخساره الاولى تماما. وبالتالي حتى بالنسبه الى الشوط الاول المنتخب الياباني لم يلعب بخطوط متباعده، على هذا الاساس سيناريو الشوط الثاني كابتن سريعا باختصار. نعم، سيناريو الشوط الثاني اتصور سيكون مثل الشوط الاول على طيب نذهب الى الزميل العزيز والحبيب عصام الشوالي والتعليق على الشوط الثاني مباراة المنتخب الياباني والعراقي، وكل التوفيق للمنتخب العراقي والمنتخب القطري والمنتخب السوري بإذن